إلى سمارة وفي سياق الأنشطة المخلدة لحلول الذكرى 72 لحدث تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال، سطر المجلس العلمي المحلي برنامجا احتفاليا بشراكة مع المندوبية الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكلية العلوم الشرعية بسمارة، جانب من الفعاليات المنظمة صباح اليوم. في روبورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباس. أئمة ووعاظ المجلس العلمي المحلي داخل الفضاء المتحفي والسوسيو تربوي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والحدث حلقة دراسية عن المغازي والدلالات العميقة لمحطة 11 يناير. ففي مثل هذا اليوم من سنة 44 900 وألف ساغت الحركة الوطنية بقيادة العرش العلوي ملحمة بطولية خالدة كان لها ما بعدها في سجل الكفاح والمقاومة الوطنية. مداخلات اللقاء أضاءت البعد الديني والسياق التاريخي لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. نخلد هذه الذكرى في مائدة مستديرة في نقاش حول هذه الذكرى وعن أسباب تقديم هذه الوثيقة وعن مضمونها وعن رجالات المقاومة الذين وقعوها وعن الثمار والنتائج التي أثمرتها، ومن هذه الثمار استقلال المملكة المغربية عن الاستعمار الفرنسي والإسباني، وكذلك من ثمارها عودة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ورفيقه في الكفاح والنضال جلالة الملك الحسن الثاني والأسرة العلوية الشريفة من المنفى. هذه الوثيقة التي لامست مبتغيات المجتمع الصحراوي الذي كان يرزح تحت الاستعمار الإسباني من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال والتشبث بأهداف العرش العلوي المجيد والوحدة الترابية للمملكة الشريفة. نجدد شكرنا وإخلاصنا وتعلقنا بجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعزه وأقر عينه لي عدي الأمير الشريف مولاي الحسن وفي صلوه الرشيد مولاي رشيد إنه على ما يشاء قدير. على هامش الفعاليات المخلدة لحدث 11 من يناير نظم المجلس العلمي المحلي مسابقة ثقافية حول السياق التاريخي والمضامين المؤطرة لوثيقة المطالبة بالاستقلال لفائدة الناشئة من تلامذة إحدى المؤسسات التعليمية.